ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ جايه من بره بس متاخره وما عملتش اكل، فجايه بقى هعمل الرز الجاهز دوت اللي بالتوابل بتاعته، وهعمل بفتيك ناعم. تمام كده، هعمله زي ستيك كده اهوت. خلينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. فيلا بينا بقى نشوف ايه احنا هنعمل ايه. ولع النار. انا بقى هحط حته سمن، حبه زيت، حبه زيت. ابتدي احط الرز بتاعنا، احط الكيس التاني من كده. نبتدي بقى ايه، نسخن الرز. نسخن الرزاية تمام كده. بصوا احنا بنسخن الرزاية حلوة قوي مع السمنة. هو بقى بيقول لنا ايه، حطي المية السخنة وبعد كده افرجي محتويات الكيس. انا هعمل ايه بقى؟ هاخد كيس، ما هما كيسين رز اصلا. هاخد كيس من التوابل احطها مع الرز هنا واديها تشويحة، والنص التاني هحط لما احط المية. ريحة التوابل لما اتحطت خطيرة، تحفة. انا بحب بقى ايه، يعني انا هزود حاجة من مطبخي انا. هحط شوية فلفل اسمر، حاجة كده ايه بسيطة على الرز، واقلب. الريحة رهيبة. مش هنحط ملح ولا اي حاجة عشان كيس التوابل فيه نسبة الملح بتاعته. هنحط العقد بتاع الرز ونحط التوابل ايه، كيس التوابل اللي بقى. شيل دي المية السخنة. هو بيقول لك الكيس بياخد حوالي كوبايتين مية، يعني الكيسين 4 كوبايات مية. تمام كده. كيس التوابل الباقي، كيس الباقي، ونقلب تقليبة كده عشان نظبط العقد بتاعنا. عقد الرز تمام. شوية زيت ونقفل الحلة بتاعتنا. بصوا دي بقى تقليبة كده للرز، ونحطه يتشرب على نار هادية ويكمل سواء. ونروح نشوف هنعمل ايه في البفتيك بتاع النعام، هناكله ازاي. ناخد كده ونرجعه كده اهو، حطينا الشياطة على نار هادية، ونشوف هنروح نعمل ايه بعد كده. تعالوا بقى لايه، هنتبل مع بعض البفتيك بتاع النعام. هنعمل ايه؟ نحط الاول التتبيله بتاعتنا. نحط شويه فلفل اسمر، تمام. نحط شويه فلفل اسمر، ونحط شويه ملح، ونحط شويه بهار بتاعت اللحمه تمام كده. وهنحط شويه زيت زيتون تمام كده. وعصير ليمونه تمام كده. وهنبتدي نقلب التتبيله بتاعتنا اهو اهو. شويه البفتيك نحطها في التتبيله. شايفين؟ بصوا انا مش هسيبه يتبل كتير، بس كده. يعني هسيبه 5 دقايق عقبال ما احضر بقيه الايه، الطاسه بتاعتي والسمنه والزبده والحاجات دي كلها. نيجي بقى نجهز الطاسه بتاعتنا. الرز الناحيه التانيه زي ما بصت عليه وابتدى بصوا يتشرب وزي الفل. بصوا جماله، الريحه بتاعته، ريحه التوابل بتاعته حلوه قوي. واو. انا عندي سمنه بلدي، ماشي. ممكن تحط لها كمان قطعه زبده
زي ما انت عايزه. تمام. حط حبه زيت صغيرين، شويه زيت. تسخن كويس قبل ما نحط اللحمه بتاعتنا. بس بتاعنا بوب كيك اهو. بصوا تمام. هبتدي بقى احط عليه كده جنبيه حبه من الروزماري المجفف، هيديله طعم ونكهه كده في تمام. ولو عايزه كمان في صوص ثوم ولا حاجه تحطيها مفيش ادنى مشكله، بس انا مش عايزه. دي ضمت عشان بس فيها قشره من بره. مش بدأنا. بص تحفه. سخن رائع. بس طيب بقى التتبيله دي نسيبها تستوي. بصوا رجعنا تاني كده اهو. هنبتدي بقى ايه؟ نحط لها شويه ميه سخنه. تمام. وهنغطيها عشان تستوي 10 دقايق كده وهتكون مستويه تمام. وقبل ما الرز كده يخلص فاضل 5 دقايق، ودي نفس الحكايه اللي كانت هيخلصوا مع بعض وعملنا اسرع غدا. لسه بفكر بقى ان انا ايه اعمل لهم حاجه جنبيها سلطه ولا بتاع ولا اضحك عليهم مش عارفه. وبكده نكون خلصنا الرز تمام والبفتيك النعام. فخليني كده اروح اشوف انا عندي ايه تاني في الثلاجه، نشوف هعمل لهم ايه جنب الرز، ونشوف هنسرفس الحاجات ديت ازاي ونشوف. يلا زي ما قلت لكم بقى عماله ادور، فقلت ايه اعمل لهم سلطه سريعه. قطعت طماطم تمام، مكعبات خيار، يعني شفت ايه اللي موجود عندي، وبصلايه حمرا مكعبات. قعدت بقى ادور على كزبره ولا بقدونس ما لقيتش. تمام. بس لقيت عندي افوكاتو. حط بقى كمان افوكاتو. تمام. حط على طول عشان الافوكاتو بيسود عشان نسبه الحديد. وهنحط له ده عصير ليمونتين كاملين. نحط شويه زيت زيتون، شويه زيت زيتون تمام كده. وهنحط شويه طبعا ملح. تمام. ونقلب مش اكتر من كده، وهنقلب كل الكلام ده في بعضه. ممكن كمان تبقى فقط بس ممكن السلطه تكون جاهزه. وغرفنا زي ما انتم شايفين بقى. بصوا الجمال، بصوا 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 الصوص بتاعها. نحط بقى كده القطعه بتاعتنا. واو 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 واو. بصوا ناخد بقى ايه من الصوص ده، ناخد من الصوص ده. بصوا الجمال، تحفه 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 تحفه. يا نهار ابيض يا رهيب. بصوا التتبيله اللي نازله، بصوا بصوا البهاريز. واو في منتهى الجمال. طبق غني جدا 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 جدا، منتهى الجمال.